اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايبه لكم النهارده فكره جميله جدا وديكور لرمضان ان شاء الله هيعجبكم. نجيب بقى اي علبه تكون بالشكل ده، عندنا علبه حلاوه مولد، علبه حلويات، اي علبه. هبدا اخد كده الجزء ده كده واقص الغطا، وهستخدم بقى هنا قماش الخيش في الفكره بتاعتي. تقدري تستخدمي قماش خياميه، بس انا حبيت استخدم قماش الخيش، هيديني طابع حلو جدا، وفي نفس الوقت اقدر استخدم الفكره دي كمان لبعد رمضان. هبدأ كده في تغليف العلبة بطريقة بسيطة جدا وبدون أي حاجة تكون صعبة على أي حد. أنا بس مجرد إن أنا أقص الدركان كده وأسيب مسافة حوالي 10 سنتي، طبعا على حسب الارتفاع بتاع العلبة، إن هي تغطي لي العلبة من بره ومن جوه زي كده بالظبط. أبدأ أسيب المسافة دي من جميع الاتجاهات، وهبدأ إن أنا أغلف العلبة بطريقة سهلة جدا. أنا النهاردة كل الأفكار بسيطة، وكل الطرق اللي هستخدمها في شغل الديكور ده بسيطة جدا، بحيث إن اي حد يقدر ينفذها. ما فيهاش مقاسات، ما فيهاش باترون، ما فيهاش اي حاجه. هبدا انفذ الخطوه دي كده على كل الاتجاهات اهو. انا كمان بقص اي زياده معاكم، اللي هو بس انا عايزه الجزء اللي يغطي لي الارتفاع بتاع العلبه من بره ومن جوه. وادي كمان الكورنر ده هشيله كده. انا كده بغلف العلبه بطريقه سهله ومش هتاخد مني وقت ولا مجهود، وان شاء الله تنفذي الديكور ده بطريقه سريعه ومش هياخد منك كمان وقت ولا مجهود. هبدأ بقى كده اكمل تغليف الجوانب كلها. انا بشيل اي زيادات عشان مش عايزه كلكعه تكون معايا. انا بعد كده هعمل قاعده للعلبه. انا ممكن برضو تحطي قطعه خيش وتلزقيها، بس عشان الشغل يبقى نظيف هاخد كده الغطا اللي كان بتاع العلبه من فوق، اشيل الزوايد اللي فيه دي، واخد بس الجزء اللي يغطي القاعده معايا، وفي نفس الوقت يديني متانه كده للفكره بتاعتي. هبدأ برضو ان انا اغلفها عادي جدا باستخدام خيط الخيش. حتى الخيط هنا سوري قماش الخيش، حتى هنا انا ما قصيتش الزيادات، هي كده كده الحته دي كانت فاضله عندي فانا مش محتاجاها. ابدا بقى كده ان انا احط كده كميه من الشمع، وهحط كده دي كده تبقى القاعده بتاعتي، يبقى كده اول فكره واول جزء خلص معايا. هبدا بقى ازين الجزء ده الاول. هنا هستخدم شريط تزيين. الكلفه دي مش مكلفه خالص، رخيصه، ما حاولتش استخدم حاجات غاليه، وهقول لكم ليه بعد كده. انا هنا هبتدي ان انا بس ابروزها كده. طبعا اي شريط مناسب عندك تقدري تستخدميه، متوفر عندك. التزيين بقى بيرجع للخامات المتوفره عندك وامكانياتك. هبدا ان انا الف كده شريط التزيين برضو بطريقه سهله جدا على الحواف كلها من بره، ويبقى كده اول الخطوه دي خلصت معايا. هنشوف بعد كده احنا هنعمل ايه. طبعا لحد دلوقتي الفكره ما ظهرتش معايا، تابعوا معايا الفيديو للاخر، بس بجد بجد النتيجه هتبهركم. انا دلوقتي خلصت اهو التزيين. هبدا بقى اجيب قطعه كرتون نفس الطول، بس اعرض منها حوالي 10 سنتي او 5 سنتي، المهم انها تبقى اعرض منها في العرض، لان الجزء ده هيبقى متني كده. برضو غلفته بنفس الطريقه. بصوا حتى هنا قماش الخيش ما كفاش معايا، وصلته من فوق، يعني انا على حسب المتوفر عندي. هو مش هيبان بعد كده. جبت الشريط ده برضو شريط تزيين زي ركامه كده كبير، تقدري تستخدمي مكانها اي حاجه، وتقدري تستغني عن الخطوه دي وتستخدمي شريط تزيين عادي جدا، يكون بس ليه شراشيب او حاجه نازله مش اكتر. هبدا بقى كده ان انا احط كده على الجنبين بس، مش هلف الدوران كله، انا هزين الجنبين بس. وتقدري تستخدموا ركامه او اي حاجه مكان الشريط ده. انا كان موجود عندي بصراحه، فانا حبيت استخدمه، لان انا حسيت ان الفكره دي تنفع لرمضان، وكمان هستخدمها لغير رمضان، وهقول لكم ازاي بعد كده. هنفذ نفس اللي انا عملته في الجنب ده برضو، هلزق كده الجنب التاني، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في الفكره بتاعتنا. يا ريت تصلوا على النبي كده في الكومنتات لو وصلتوا لحد الجزء ده، وقولوا لي كده بتتابعوني من اي بلد عشان اتعرف عليكم واتشرف بيكم وتنوروني. هبدا بقى بعد كده ان انا اثبت. بس انا طبعا بتني الجوانب عشان يبقى معايا الشغل نضيف. هبدا كده احطها هنا. هنشوف احنا هنعمل ايه تاني. هنجيب بقى العصيان الشيش بس تكون السميكه مش رفيعه، نلف كده عليها خيط الخيش كلها. هيبقى انا محتاجه 4 لان دول اللي هيثبتوا معايا الفكره. هنبدا بقى في كل جنب نلزق واحده. طبعا انا بعمل هنا كده عربيه تقديم لرمضان ولغير رمضان، تقدري تبهري بيها ضيوفك وتبقى على سفرتك وعلى موجوده في شقتك، هتديكي شكل وطبع جمالي جدا في رمضان. وهقول لكم برضو في بعد رمضان ممكن نعمل فيها ايه، عشان انا هنا ما حبيتش استخدم قماش الخياميه عشان تنفعني لاي مناسبه، وبصراحه ديكور شيك جدا في البيت، وكمان لو هتشتريه من بره هيبقى غالي جدا. اهي انا كده هحط بقى الجزء اللي انا حطيته من فوق اللي هو زي البيت ده كده زي غطا العربيه، ثبته برضو بالشمع من فوق ومن تحت. وهبدا بقى احط شريط التزيين ده. تقدري
تستخدميه طبعا في الفكرة كلها. انا هنا هستخدمه في الجنبين بس دول كده، وتقدري كمان تستبدلي الجزء العريض اللي انا حطيته شريط الجبير ده برضو، انك يبقى برضو مكانه نفس الشريط على حسب طبعا المتوفر. ودي كده كانت قطعة من شريط ستارة قديم كده عندي. خدت كده الدلايتين دول هحطهم كده في الجزء اللي في النص في اليمتين. جبت بقى 4 قطع كرتون، ده هيبقى معايا العجل. تقدري تستخدمي وتعملي اي حجم. هنا العجل ملوش مقاس معين، انا هنا تقريبا حوالي 10 سنتي القطر بتاعه. هبتدي ان انا اغلفه كده بفوم بني او اي حاجة. ممكن برضو تستخدمي قماش الخيش هنا، بس انا حبيت اكسر اللون شوية. وهبدأ كده ان انا اقص الزيادات بس، ونبتدي نشوف هنعمل ايه في الفكرة بتاعتنا. الافكارنا لحد كده سهلة طبعا. دي حلقات ستارة موجودة في كل بيت، جبتها ولفيت برضو عليها خيط الخيش عشان اعمل شكل كده جديد للعجلة. تقدري برضو تعملي العجلة باي شكل او ترسمي عليها بس حتى. هبدأ بقى كده اجيب خيط مكرمية. حبيت ان انا ابروز العجلة من الحروف وفي نفس الوقت اداري الكرتون. وتقدري برضو تستخدمي خيط الخيش هنا بس يكون سميك شوية، او تشتغليه كروشيه او ضفيرة. وهبدأ بقى ان انا الزق العجل كده في ال4 جوانب تحت شريط التزيين كده اللي انا حطيته عشان يعلي معايا كده ايه العربية شوية. وهبدأ ان انا انفذ الخطوة دي في ال4 جوانب. ابتدت الشكل يظهر معايا، ابتدى الديكور يبتدي يظهر اهو معايا زي ما انتم شايفين. يا رب تكون الافكار لحد دلوقتي سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع والكل يقدر ينفذها. بحاول اجيب لكم افكار بسيطة مفيدة وفي نفس الوقت غير مكلفة. تعالوا بقى نشوف هنحط في العربية ايه. بكل بساطة اي بواقي قطعة قماش الخش عندك او اي قماش تقدري ان انت تنفذيها. هنعمل شويلة صغيرة كده. طبعا معروفة ان الشويلة بتاعت البلح بتبقى من الخيش، فانا حبيت ان انا برضو اعملها من الخيش. مش هبطنها ومش هعمل فيها فكرة ولا اي حاجة، مجرد ان انا لزقت كده من الجوانب. وهبتدي ان انا اقلبها واتني الجزء اللي فوق بتاعها، ونبتدي برضو نحط عليها شريط تزيين نفس الشريط او اي شريط متوفر عندك او اي حاجه. المهم بس نظهرها كده. هبدا ان انا هحط عليها نفس الشريط اللي انا حطيته فوق في العربيه كده من فوق. وابتدي ان احنا بعد كده هنحط لها بقى جواها بلح، نحط جواها يميش رمضان، نحط اي حاجه في الشويله دي. بس انا بصراحه هحط فيها كده بلح اهو. انا زي ما انتم شايفين كده ده كان بقيه الشريط عندي. عملت بس شوالين. تقدري ان انت تنفذي اكتر من شوال، تقدري تعملي بعلب، تقدري تعملي باي حاجه. طبعا انت خلاص نفذتي الفكره. الحاجات اللي جوه بقى ده ديكور انت هتقدري ان انت تنفذيه زي ما انت عايزه وبالامكانيات المتوفره عندك. هنا كده انا خلاص اهم خلصتهم. اجيب بقى كده البلح حطيته زي ما انتم شايفينه كده، ونحط الشوال التاني برده بنفس الشكل. وبعد كده هجيب بقى علبتين، دول علبتين كده بتوع شوكولاته كده صغيرين. تقدري تستخدمي اي علب صغيره او حاجه نفس الشكل ده كده. وهبتدي ان انا اجيب كده قطعه خيش قماش خيش، هبتدي ان انا اتنيها واخلي الاطراف بتاعتها لفوق بطريقه عشوائيه كده. هلزقها، انا عايزه اغطيها كده بس تبقى زي سله زي سبت كده. وابتدي برضو انفذ نفس الفكره على الجزء التاني. طبعا انا شلت الاستيكر اللي عليها لان انتوا عارفين طبعا ان قماش الخيش بيبقى بيشف طبعا عشان الثقوب اللي بتبقى فيه، فمش عايزه اي لون يبان تحتيها. هبدا بقى كده ان انا برضو الزق، وهبتدي برضو ان انا ازينها. بصراحه شريط التزيين ده كان خلص عندي، جبت شريط تزيين برضو بنفس الفكره بس الوان تانية، وبرضو يبقى في نفس الوقت مديني تنوع كده داخل العربيه، هيدي شكل جمالي برضو حلو قوي. ابتديت برضو ان انا الفه كده على العلبه. وكمان عملت كده زي صينيتين من نفس حلقات الستاره اللي انا لفيت عليها الخيش، وحطيت برضو حلقه ستاره تانية اللي هي المفتوحه دي كده تحتها، وما بينهم كده ستيكر. هتعمل معايا كده زي صينيه رمضانيه شكلها جميل. حطيتهم برضو كده عشان تبقى الفكره كده كملت معايا. وفانوس كمان زي ما انتم شايفين، دي النتيجه النهائيه. وهنا زي ما انتم شايفين حطيت عليها فرع النور، لفيته على العربيه كلها. تقدري تستخدمي فرع النور ده او فرع نور فيه فوانيس او اي اشكال رمضانيه. كمان بعد رمضان تقدري ان انت تستبدلي البلح دوت نحط فيها الكحك والبسكويت او اي حاجه للضيوف. عشان كده ما رضيتش ان انا اعملها بقماش الخياميه. رفعت كده الجزء بتاع الشريط الكبير اللي عندي ده من المنتصف عشان كنت حاسه ان هو مداري على الفكره او الحاجات اللي انا حطاها جوه لانه عريض شويه. ابتديت ان انا اشبكه كده، لزقته بالشمع من النص كده زي ما انتم شايفين، وحطيت كده دلايتين من نفس الشريط اللي انا استخدمته في باقي العربيه. يا رب تكون فكره النهارده عجبتكم، او الديكور الرمضاني اللي احنا عملناه النهارده يكون عجبكم كله من اعاده التدوير. ولو عجبتكم بقى عربيه النهارده ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على علامه الكل.
هنعمل الهلال بطريقة جديدة وبسيطة ان شاء الله هتعجبك. انا جبت دايرة قطرها كده، الدايرة دي 25 سنتي، وابتديت ان انا اجيب صينية مقاسة اصغر شوية وقصيت الهلال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قصيت كده قطعتين معايا من الهلال، وهبدأ ان انا امشي كده 1 سنتي لجوه على الهلال كله. انا عايزة افرغ الجزء اللي في النص دوت. هنفذ الخطوة ديت على القطعتين اللي معايا من الهلال. هبتدي بقى بعد كده بعد ما انا ارسم السنتي ده، ابتدي ان انا افرغ الجزء ده بقطر او بمقص بحيث ان انا يطلع معايا الشكل ده كده. هبدأ بقى بعد كده اجيب لزق، هبتدي ان انا الزقه كله على الهلال. طبعا هلزقه على القطعتين. الخطوة دي هتدعم معايا الهلال شوية، لاني عايزه الهلال يبقى متماسك معايا ما يبقاش ضعيف. اهو انا كده لزقت القطعتين. هبتدي اجيب دي قطعه قماش زي سواريه كده تل. طبعا تقدري تستخدمي بدل ديت قطعه من التل، طرحه شيفون عندك قديمه، اي حاجه شفافه فيها ترتر او لا، الحاجه دي ترجع لك، مش هنقف عشانها. يعني حتى لو جلاد كراسات الملون برضو ممكن نحطه، يعني اي حاجه تديكي الشكل النهائي يكون برضو انها حاجه تشف، لان انا هحط اضاءه في الهلال ده من جوه، فانا عايزه بس حاجه تبين لي النور. طبعا هنا انا لزقت بالشمع وابتديت ان انا افرغ الجزء الزياده. هعمل كده في نفس القطعه التانية برضو. وجبت ده قماش صوف بني، تقدري تستخدمي اللون اللي انت عايزاه اللي متوفر عندك، ولو ما فيش خيط صوف ممكن تستخدمي خيط مكرميه، بس طبعا مش هتشتغليه كروشيه. انا هنا اشتغلت كروشيه غرزه السلسله عشان يديني شكله وفي نفس الوقت يبقى سميك معايا شويه. هبدا بقى ان انا الف كده على الهلال كله، وهغطي الجزء اللي هو بالاصفر اللي هو الكرتون بمعنى اصح، هغطيه كله. هيعمل معايا حوالي 4 ادوار. هنفذ الخطوه ديت على الجزء التاني، القطعه التانية من الهلال، وهتشوفوا الشكل هيبقى النهائي طبعا عامل ازاي. طبعا اللون اللي تحبيه واللي تفضليه، ممكن تشوفي اللون اللي ماشي مع العفش اللي عندك وتبتدي تنفذي بيه الهلال. انا هنا حبيت اغير شكل الهلال، مش لازم يبقى خيامية، مش لازم يبقى بالفوم، حبيت ان انا اغيره بحيث انه يبقى مختلف شوية. وكمان تقدري تنفذيه كمشروع مربح جدا، ان انت تنفذي منه كمية وتقدري ان انت توزعيها. طبعا احنا داخلين على شهر رمضان الكريم، والحاجات ديت بتبقى مربحة جدا، وهو مش هيكلف معاكي خالص، كلها خامات بسيطة ومتوفرة، وتقدري ان انت تغيري في اي خامة منها، مش لازم ترتبطي بنفس الخامات اللي انا مستخدماها. يعني الخيط ممكن تغيريه، التل اللي انا حاطاه دوت، والكرتون طبعا متوفر ورخيص ومفيهوش اي مشكلة. انا اهو دلوقتي خلصت اول دور، وهبدأ بقى بعد كده اكمل بقية الادوار بنفس الطريقة. انا دلوقتي اهو هبتدي ان انا اكمل لزق، وهبتدي ان انا اخلصه، وهتشوفوا دلوقتي القطعة هتبقى عاملة ازاي. اهو انا كده خلصت القطعه الاولانيه، وادي كمان القطعه التانية. يبقى كده هبتدي ان انا اجيب قطعه من الكرتون عرضها 5 سنتي وبطول الهلال علشان هلفها عليه. هبتدي ان انا اتنيها بس كده، وهبتدي ان انا الف عليها الخيط بطولها كلها. انا مش بلزق كل دور، انا بلف كتير، وكل فتره كده احط نقطه شمع بسيطه لمجرد انها تمسك معايا الخيط. اهو انا خلصتها كده. هبتدي بقى ان انا اجيب الهلال، وهبدا ان انا الزق كده بالراحه بالشمع على الحرف عشان اثبت اول الهلال، وهبتدي ان انا استنى بس يثبت واكمل لحد لما اكمل كل الهلال من الجنب دوت. خلي بالي كويس علشان انا الشمع ما يظهرش معايا، عشان النتيجة النهائية تعجبك ان شاء الله. دلوقتي اهو خلاص ابتديت ان انا اثبت الجزء اللي فوق بتاع الهلال، وهبدأ بقى ان انا اجيب قطعة من الكرتون هلفها كده، هي نفس عرض الهلال، والف عليها خيط عشان ده الجزء اللي انا هثبت بيه القاعدة بتاعة الهلال. هبدأ بقى بعد كده اجيب سلك نور او هو سلك ليد. هبتدي ان انا اثبته بس جوه، هبدأ كده بس ان انا اثبته فوق بنقطة شمع بسيطة جدا، وبعد كده هلفه جوه الهلال، وهفتح له فتحة صغيرة جدا من تحت علشان خاطر ابتدي اتحكم في فتح وقفل النور اللي جوه الهلال، عشان ابتدي بس اقفل الجزء ده. طبعا هو نور معايا اهو. بقى كده ان انا افتحه. خلي بالي بس انا هفتح فتحه بس صغيره تطلع لي الجزء اللي فيه الزرار، مش محتاجه اكتر من كده. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب قطعه من نفس التل اللي انا استخدمته في الهلال، هبتدي ان انا اقفل بيها برضو عشان انا عايزه النور برضو يبان معايا من هنا. قطعه بسيطه جدا اهي، هبتدي بس اثبتها كده من الجنبين.
طبعا تقدري تنفذي حجم الهلال ده بالحجم اللي انت عايزاه. انا هنا القطر الدايره 25 سنتي، فهو هيطلع معايا طوله حوالي 25 سنتي. انت لو حابه اكبر من كده هتكبري الدايره، ممكن تخليه 30 40 سنتي على حسب الكرتونه اللي انت هتستخدميها والحجم اللي انت عايزاه. اعملي الهلال بالمقاس اللي تحبيه طبعا. هبدأ بقى بعد كده اشيل الزيادة زي ما انتم شايفين كده، هخلي بالي. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجيب اي شريط استرس انت عايزاه، طبعا على حسب اللون اللي انت استخدمتيه. انا هنا هستخدم استرس لونه ذهبي. هبدأ بقى ان انا الفه كده على حرف الهلال كله من اليمتين. احط شمع بسيط جدا والفه عليه كله. طبعا تقدري تستخدمي اللون اللي انت عايزاه، بس هنا مش هيناسب معاكي فضي طبعا. ان لقيت ان اللون الذهبي هو انسب لون مع البني ومع الذهبي اللي احنا استخدمناه. هبتدي بقى ان انا الفه كده حواليه. هيبتدي يبروز معايا الهلال ويظهر اكتر ويديله شكل كده، ويداري في نفس الوقت الفواصل اللي احنا لزقنا بيها الهلال كله. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي، انا قناتي بتعتمد على اعاده تدوير الاشياء والخامات. يعني احنا هنا استخدمنا كرتون وخيوط وقصاقيس موجوده، وكمان عامله افكار كتير لشهر رمضان برضو من اعاده التدوير ومن خامات بسيطه. تقدري ترجعي لها هتلاقيها قائمه تشغيل باسم افكار لشهر رمضان. وهنا اهو ابتديت اخلص بقيت شريط التزيين اللي انا بحطه علشان يظهر معايا الهلال. واظن الصوره وضحت، ابتدى الهلال يظهر وان شاء الله يعجبكم باذن الله. هبدا بقى كده ان انا هنا ما استخدمتش قاعده، ما عملتش قاعده كبيره للهلال. انا اكتفيت بس ان انا هثبته هيقف زي ما هو كده، هيقف على القطعه اللي انا عملتها الصغيره دي. هبتدي برضو ان انا ازينها بشريط الاسترس كده، وبعد كده هبتدي ان انا اثبتها عشان يبقى ثابت معايا. هبدأ بس كده احط كمية شمع كويسة عشان يثبت معايا. وبكده هيبقى الجزء بتاع الهلال ده خلص. هعمل بقى التعليقة اللي هتتحط فوق في الهلال. تقدري تحطي نجمة، تقدري تحطي فانوس، تقدري برضو تسيبيه كده. انا هنا حبيت اعمل حاجة بسيطة جدا. حبيت جبت شمعة كده الكترونية، والشمعة دي متوفرة في كل مكان. هبدأ ان انا اغطيها بنفس التل اللي انا استخدمته، وهبدأ ان انا اغطيها برضو بالشريط التزيين من فوق كده ومن تحت. اثبتها بالشمع. فكرة بسيطة وسهلة، هتحسي ان هو فانوس وفي نفس الوقت الجزء هيبقى منور برضو معايا بتاع الشمعة ده. وبعد كده هجيب الخيط البني اللي انا استخدمته. هبتدي ان انا اعمل زي تعليقة كده للفانوس اللي هي الشمعة. هبدأ ان انا اثبت كده الخيط من الجنبين، واسيب الجزء اللي فوق ده كده عشان هعلق منه الفانوس. وهبدأ برضو اكرر نفس الخطوة في الجنبين التانيين عشان يبقى معايا كده الفانوس شكله يظهر. وهبتدي ان انا الجزء اللي فوق ده اربط فيه جزء من الخيط اللي انا هعلق فيه الفانوس في الهلال. اهو زي ما انتم شايفين بسيط كده وسهل. مش عايزين نعمل حاجة صعبة وتقولوا الحاجة صعبة ومش عارفين نعملها، سهل جدا. هبتدي بقى ان انا اثبت كده الخيط هنا تحت الاستراس اللي انا حطاه، مش عايزاه يبقى ظاهر كده، ويبقى الشكل النهائي اهو معايا. ادي الهلال وادي الفانوس متعلق فيه، وهنا لما تنور شكله تحفة. يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. فكرة بسيطة وشيك وتنفع ديكور، مش هلال بس، لا ده هلال ديكور. هيعجبكم ان شاء الله لما تنفذوه. يا ريت تقولوا لي رايكم بقى في التعليقات، عجبكم ولا لا. وكمان هتشوفوا لما طفيت النور ظهر وبقى شكله جميل. طبعا الشمعة المضيئة كمان تقدري تطفيها لوحدها وتنوريها. لو مش عايزة تنوري الهلال كله تقدري تنوري بس الفانوس اللي متعلق، تقدري تنوري الهلال لوحده. يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وانتظروني في أفكار كتير إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.